لا واضح التطور اكو موجود بمنتخب تونس. اول لعبه خسر 5 ويا السويد، بدل مدربه حط رينار، خسر 4 اليوم 0 ويا المنتخب الياباني. اخواني المشكله مو مدرب، عمي لاعبين تونس مستحيل هذول محترفين؟ معقول هذول لاعبين منتخب تونس محترفين باوروبا؟ اساسيات كره القدم ما يعرفوها. 4 ب5 9-1 بلعبتين. هارد لك لعشاق المنتخب التونسي والف مبروك. مليون شنو ألف واحد؟ مليون مبروك للمنتخب الياباني الكمبيوتر، فاهم كرة القدم ومتطور ومتأسس صح، بلد يفكر ياخذ كأس العالم بال50. شنو الطوب هاي جاي يلعبونها؟ عمي كرة قدم أوروبية. ألف مبروك لليابان وهارد لك للمنتخب التونسي الشقيق. ولا استغفر الله على حالة، ولا شكون اللي دار لك الزغبية داك الشيء؟ يا زهرة وليا الزغبية شكون اللي دار فيك هاد في طريقة للانسحاب من كأس العالم؟ لأن الفرق العربية فهمانة قصة كأس العالم غلط. مش شطارة بس تتأهل، شطارة تتأهل وعلى القلة بس بدك تطلع ما تتبهدل. تونس اليابان الفرق العربية تبع آسيا عم تاخد، كانت اليابان آخر كم سنة. خيبة أمل والله لتونس، خروج تونس من كأس العالم بصراحة الصدمة. يعني أوكي يا تونس قال لهم بس إنه 5-4 9 جوال مباريتين. تونس إلى أين؟ شوف الله يشيرنا كمان بكرة شو في السعودية وفي العراق. كل الدعم، كلياتنا مع السعودية قدام اسبانيا، وكلياتنا مع العراق امام فرنسا. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله رب يعملوا نتائج موفقة. تخيلوا معي تتلقى 14 هدف في 3 مباريات. ما حدث للمنتخب التونسي أمر غريب. رسميا المنتخب التونسي خارج المونديال، بل من حسن حظه أنه خارج المونديال. أداء تعيس. المنتخب التونسي كأنه لم يريد أن يلعب كرة القدم. حتى وصل المعلق يقول بأنه ندمنا كي تأهلنا، حتى أنه المعلق يقول بأنه اللاعب التونسي يجب أن يضيع الوقت لكي لا يتلقى أهداف أخرى. صراحة غاضوني التوانسة اللي سهروا باش يشوفوا منتخب بلدهم، وغاضوني التوانسة اللي أيضا تنقلوا وناصروا منتخب بلدهم اللي كان بعيد تماما كل البعد عن مستواه. هيرفي رونار أيضا ظن بأنه قد ندم ندما شديدا بعد ربما محاولته تحقيق معجزة لا يمكن أن تتحقق. منتخب تونسي بعيد تماما 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 عن طموحات الجماهير التونسية والجماهير العربية. في نهاية المطاف نشوف بأنه إقصاء المنتخب التونسي سيكون مفيد ومفيد جدا للاتحادية التونسية. مش عارف اتكلم. باهي 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 يا اخي، كان خلنا نركض يا اخي، كان خلنا نركض واكهو. صباح الخير يا جماعه. شركه تويوتا عملت معانا الغلط. كارثه مش ان اليابان كسبت تونس بال4، كان ايه الاستحواذ ده؟ ايه نسبه الاهداف المتوقعه دي؟ نسبه الاهداف المتوقعه 0.05 هدف. اقسم بالله العظيم دي تستحي تطلع الاحصائيه دي. بست الكره 6 مرات بس في منطقه جزاء اليابان. يا جدعان حتى التمثيل المشرف صعبتوه علينا. الله يسامحك يا حنا بعلى، علقتني بحب المنتخب التونسي وسبتني، لان المنتخب التونسي متبقي له مباراه واحده في المجموعه، هي مباراه هولندا اللي تعادلت مع اليابان 2-2، واليابان اللي كسبت تونس 4-0، هولندا اللي كسبت السويد 5-1، والسويد كسبت تونس 5-1. يعني طبقا لقوانين الفيزياء وعلوم الرياضيات المباراه دي هتخلص 10 مرتاح. خلاص كنسلوا تمثيل المشرف، كنسلوا الصعود من دور المجموعات لدور ال 32، وبس نمسك نفسنا الماتش ده ارجوكم عشان ضغط يا علي. يا اخويا راهو ما عناش. بكل امانه تونس فاجئتنا النهارده وخسرت 4 بس. يقول لك هيرفي رونار دخل ما بين الشوطين ومسك الثلاجه ورماها وقال لهم انا مش جاي اخسر من اليابان 5. معلش يعني انت لما تخسر 4 من سوزوكي الياباني، امال هتعمل ايه قدام الفيراري الهولندي؟ احنا كل ده بنتكلم على قدنا، بنتكلم في سوزوكي بيجو 504 128 كده حاجات فاهم، انما ادفع فلوس انسحاب واتكل على الله. طب ما الحمد لله قدر ولطف يعني، انت فاهم. الحمد لله والله يا باشا، انا جبت لك الحل خلاص، فكك. انا الحل بتاعك عندي، المخضرم. هي اديها واحده فوزي بنزرتي نخضرم الكلام. والله كنت حاسس ان تونس النهارده هتقلب النتيجه وتقعد عليها. الراجل ده الوحيد اللي صعبان عليا في الليله دي يا جدع، وربنا بحبك، حقك عليا انا يا عم.
ما تزعلش مني. رسميا المنتخب التونسي خارج المونديال. رسميا منتخب تونس اول منتخب عربي يودع المونديال بعد هزيمتين بعد فضيحتين، خماسية ورباعية، 9 أهداف في شباك المنتخب التونسي. رسميا منتخب تونس أسوأ منتخب في كأس العالم، المنتخب رقم 48، المنتخب الأسوأ. رسميا تونس أسوأ من كوراساو اللي شالت 7 من ألمانيا. رسميا تونس أسوأ من هايتي المنتخب المعدوم الضعيف جدا. رسميا تونس أسوأ من قطر اللي خسرت 6-0. رسميا تونس أسوأ من تركيا اللي ودعت برضه بعد أول ماتشين. رسميا تونس أسوأ منتخب في كأس العالم ككل بلا منازع. منتخب كوراساو اللي خسر 7 من ألمانيا، جه الماتش اللي بعديه أمام الإكوادور قدر إنه يتعادل وياخد نقطة، عمل حاجة ولسه ما تمش إقصائه من المونديال، ولو إنه هيمشي لحد دلوقتي لكن ساب بصمة. المنتخب القطري اللي شال بسداسية لما اتطرد منه لاعبين قدر يسجل في أول مباراة وياخد نقطة ويتعادل 1-1 مع المنتخب السويسري وساب بصمة. منتخب تركيا اللي ودع بعد أول ماتشين هو كمان عمل كمية هجمات وفرص غير طبيعية وكان موجود بشكل قوي جدا، عكس المنتخب التونسي اللي ملوش أي وجود هجوميا في كل مباراة بيلعبها. حتى منتخب هايتي المنتخب اللي ملوش أي قيمة اللي لعب مع البرازيل ولعب مع اسكتلندا خسر في الماتشين 3-0 و1-0، مش 5 و4، 9 أهداف يدخلوا مرماك. المنتخب التونسي فضيحة، أسوأ منتخب في كأس العالم وأسوأ نسخة لمنتخب تونسي عبر التاريخ. قسما بالله الواحد حزين على اللي بيشوف منتخب تونس وصل ليه. معلش يعني مين اللعيبة اللي موجودة دي؟ المشكلة عمرها ما كانت مشكلة مدرب. انت مشيت مدرب سيء جدا، جبت رينار، هيعمل ايه مع اللعيبة اللي موجودة دي؟ معلش انا عايز اسأل شوية اسئلة يردوا عليا اخواتي التوانسة فيها. فين عيسى العيدوني؟ واحد من افضل لاعبي نص الملعب، انا ما اعرفش مصاب ولا غير مصاب، انا هقول شوية لعيبة افتكرتهم وانا بتفرج على المباراة. فين عيسى العيدوني في نص الملعب؟ فين محمد علي بن رمضان لاعب النادي الاهلي؟ حتى لو سيء اكيد احسن من الكوارث دول، اكيد احسن من السخيري في نص الملعب ومن اللعيبة اللي انا شايفها ومن حنبعل المجبري المقلب اللي احنا شايفينه في الملعب. فين فرجاني ساسي؟ فين ال3 لعيبة دول في نص الملعب؟ فين نعيم سليتي حتى لو كبر في السن افضل اكيد من اللعيبة اللي موجودة دي؟ فين حارس المرمى بشير بن سعيد؟ اكيد احسن من دحمان واكيد احسن من حارس المرمى والله ناسي اسمه، حارس المرمى الفضيحة اللي كان موجود في اول مباراة. فين علي معلول قائد منتخب تونس ناحية الشمال؟ حتى لو كبر عمر علي معلول ما يكون موجود في الملعب والنتائج تبقى بالشكل ده. فين اللعيبة الكبيرة؟ فين الخبرات؟ فين لعيبة منتخب تونس؟ اللعيبة اللي احنا عارفينها يا عم اللي تشوفوا معروفين هوية المنتخب التونسي، فين دول؟ مين اللعيبة اللي انا شايفها دي؟ مين اشباه اللعيبة اللي انا شايفهم مع منتخب تونس دول؟ حنبعل المجبري اكذوبة ولاعيب فاشل واكبر مقلب في تاريخ تونس، ما عندوش اي حاجة يقدمها، فنيا مش موجود. الشوالي قال لك المشكلة مش مشكلة روح، المشكلة ان ده اخرك، ان دي امكانياتك ودي قدراتك، انت ما عندكش قدرات. المنتخب التونسي بلا لعيبة حرفيا، المنتخب التونسي عنده اشباه لعيبة في الملعب كان لازم يخسروا بخماسية ثم برباعية ويخرجوا بفضيحة من كاس العالم. هارد لك للشعب التونسي، هارد لك للشعب التونسي، زعلان والله جدا. عايزك بس تفرق مين اللي بيبقى شمتان في بلدك، شمتان في منتخبك، شمتان في تونس، ومين اللي زعلان على تونس. زعلان جدا على تونس اقسم بالله، زعلان جدا على اللي وصلت له وعلى الحاله الفنيه اللي هم فيها. فنيا المنتخب التونسي كارثي 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 بكل ما تحمل الكلمه من معنى. مش هينفع اشوف المنتخب التونسي بالوضع ده واطلع اقول لك انت كويس او اسقف لك. طبيعي اني اقول لك انت وحش، طبيعي اني اقول لك ان المنتخب التونسي فضح تونس في مشاركته في كاس العالم. هارد لك لشعب تونس ومش هارد لك للعيبه دول. بفضيحة حرفيا. منتخب تونس بيسقط أمام اليابان برباعية، وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في كل لاعب، في كل مسؤول وصل المنتخب التونسي للحالة الصعبة جدا. 9 أهداف في أول مباراتين في كأس العالم، بتخسر من بلجيكا قبل كأس العالم بخماسية علشان يكون درس من ربنا ليك. خلي بالك انت متاح، انت عندك مشاكل بالجملة في الخط الدفاعي وعندك مشاكل بالجملة في وسط الملعب،
ومفيش اي لعيب عنده روح ولا عزيمه ولا اصرار ولا رجوله ولا ردة فعل، ولا لعيبه عارفه قيمه المنتخب، ولا لعيبه رجاله تقدر يبقى فيه ردة فعل بعد اي اهانه يتعرض لها منتخب بلده. علشان خاطر مباراه بلجيكا دي طلعت اهم مباراه، طلعت اهم مباراه عشان دي كان رساله، ده رساله. خلي بالك خلي بالك، تنزل امام السويد تعمل كل حاجه بصبر اللموشي، كل حاجه من المدرب للعيبه. ويجي ناس تقول لك المدرب مش، ما انت لو جبت كارلو انشيلوتي ولا سيميوني ولا جوارديولا مش هيعمل معاك حاجه. بغض النظر عن ان المباراه النهارده والمباراه اللي فاتت كلها بتنادي على عيسى العيدوني في نص الملعب، بتنادي على عصام الجبالي في الخط الهجومي، الاثنين دولت ازاي مش موجودين. لكن تعال اكلمك في نقطه مهمه جدا، ايه المستوى الكارثي لكل اللعيبه؟ ايه المستوى الكارثي لمنتصر الطلبي؟ انت بتعمل ايه يا منتصر الطلبي؟ انت قاصد يعني مثلا المستوى الكارثي لإلياس السخيري ده؟ ايه ده مفيش كده. ده انت لو قاصد تعمل كده، لو قالوا لك محتاجين منك تعمل اسوأ نسخه ليك، والله ما يعرفوا يجيدوا نفس الاخطاء، ولا ينفلري ولا علي العبدي ولا نيس بن سليمان ولا الكرة اللي تتشاط جون، الكرة الانفرادات، تلعب بخمسة في الخط الخلفي يروح عليك 3 انفرادات، تلعب في نص الملعب بخمسة يتاخد منك في نص الملعب، تلعب بدون مهاجمين، تنكتي تنتظره يعمل واحد على واحد ما يعملش، تنتظر الياس سعد مش موجود. كلهم حاجة مقرفة كرويا وخيبة وفضيحة حرفيا ونكسة ما بعدها نكسة الكرة التونسية. حتى انت لو لعبت كورة وخسرت نقوله عادي، كورة كل المنتخبات لعبت، كل المنتخبات اللي اتهزمت وهي بتلعب كورة. حتى الآن السنغال آخر حاجة اتهزمت 3-1، عملت ماتش ولكن انهزمت 3. السويد اللي خسرت، السويد اللي كسبتك دي اللي المفروض ما تنفعش أصلا تتعادل معاك، السويد اللي خسرت النهاردة من هولندا 5، عملت ماتش، ضيعت فرص، سددت، عملت أداء، سجلت هدف عملت أي حاجة. ليه الحسرة والقرف والقهر ولا كورة ولا مكسب ولا أسوأ نسخة وأسوأ مشاركة؟ منتخب لم يستقبل أي هدف في تصفيات كأس العالم، فده رقم إيجابي. يجي بقى يغير كل الكلام ده في المباراة رقم 1000، المباراة اللي معمول لها حسابات معينة وأرقام معينة وقمصان معينة وتسويق معين وحضور كل الشخصيات علشان يتكتب تاريخ جديد للمباراة رقم 1000 في كأس العالم. فمنتخب تونس يقول لك انت عايز تعمل يعني رقم كبير في كأس العالم، انا اعمل لك احلى رقم، انا اعمل لك اسوأ نسخة واسوأ بداية واسوأ كل حاجة موجودة في التاريخ، واعمل لك اسوأ مباراة النهاردة واخسر برباعية امام اليابان. والخسارة برباعية هنا مش المقصد ان رباعية فقط، الرباعية ولا اداء ولا نتيجة. قلنا قبل المباراة تعاقد مع هيرفي رينار 2 ومضى الراجل ده علشان بعد مباراة اليابان الراجل ده هيقول لك انا مش هكمل لان انت عملت كل حاجة غلط. الناس ايه؟ الناس نايمة يا جماعة. لازم يتحاسب المسؤولين ويتحاسب اللاعبين ويتحاسب كل شخص ساهم ان منتخب تونس يصل للمرحلة دي، ويتحاسب الاشخاص اللي كان لما منتخب تونس بيتم تغيير المدرب يقول لك هاتولي اي مدرب بياخد تحت ال 30,000 دينار، اي مدرب تحت ال 30,000 دينار موجود. الجامعة التونسية تفتح باب الترشح لاي من يريد ان يترشح لتدريب المنتخب التونسي فعليه ان يقدم اوراقه. ايه يا جماعة؟ هو احنا بنلعب؟ هو في حضانة يا جماعة؟ هي حضانة؟ ما هو ده نتيجة لإيه؟ نتيجة لكل الأخطاء اللي كانت موجودة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، إن الله يساعد الذين يساعدون أنفسهم، إن الله يساعد الذين يساعدون أنفسهم. فأنت ما ساعدتش نفسك، ما ساعدتش أداء، ما ساعدتش منتخب بلدك. ما فيش لعيبة النهاردة يعني حنا بعلن المجبري يعني لكن غير كده إيه؟ ولا روح ولا شكل ولا عزيمة. أنا حتى الآن ما شرحتلكش ولا هدف، حتى الآن لسه ما اتكلمتش معاك ولا هدف، ولا طريقة الهدف الأول حتى ولو كان في شك إن في خطأ، ولا طريقة الهدف الثاني، ولا فضيحة الهدف الثالث، ولا نكسة الهدف الرابع. أنا ما اتكلمناش في كورة، احنا بنتكلم في الشكل العام. ليه تحط الكرة التونسية في المكانة دي؟ ليه تخلي الكرة التونسية حديث العالم كله باستهزاء وتريقة وفضيحة وعيب وكله عمال يتمسخر عليه؟ بلاش نقول الكلمة التانية، حسبي الله ونعم الوكيل. يا ريتنا ما روحنا كاس العالم. وده مش كلامي، ده كلام الشوالي بعد الهدف الاول 3 دقايق من مباراة اليابان. انا داخل انام دلوقتي بعد النتيجة الثالثة، وحابب اقول من كل قلبي هارد لك للمنتخب التونسي
اللي انا ما شفتش في حياتي فريق ولعيبه بتلعب بدون روح، بدون اي يعني انا اسف يعني من غير ما يحسوا على دمهم، اكنهم داخلين بيقضوا ولا اكنهم بيلعبوا في النادي عقدهم هيخلص اخر السنه ومع السلامه. يعني بالنسبه للناس اللي سافرت من اخر الدنيا لغايه المكسيك وقبليها امريكا وبعد كده امريكا ولا كندا ومش عارف ايه، دول ما صعبوش عليكم؟ الناس اللي صحي من الصبح بدري او حتى ما ناموش علشان عارفين ان ممكن يكون في حتى لو 1% قبل بعد الفضيحه اللي حصلت من السويد، دول ما صعبوش عليكم؟ ما تقوليش المشكله المدرب وبدلت المدرب وجبت هيرفي رينار. انت والله العظيم لو جايب جوارديولا ما هتفرق، مش هتفرق. المشكله اكبر بكتير. انا لا اعرف ما اعرفش اي حاجه عنها، وانا لا شيء ما اعرفش حاجه عن المنتخب التونسي، ولكن اللي اعرفه ان انا في لعيبه ما تقوليش امكانيات. هايتي بيلعبوا ماتش عمر قدام اسكتلندا ولغايه اخر الدقيقه كانوا هيجيبوا جون والتاني والتالت. كاب فيردي بيتعادل مع المنتخب الاسباني اللي مصنف ما بينهم الاثنين بينهم بعض كده 70 مركز او 80 مركز. النهارده كوراساو بلد انت ما تعرفش انها كانت موجوده اصلا على الخريطه، ما تعرفهاش، بتلعب وبتاخد نقطه في كاس العالم. فما تقوليش امكانيات. في حاجه اسمها روح بتلعب المنتخب، في حاجه اسمها ان انت داخل بتلعب عشان التيشيرت دي. اول حاجه قالها هيرفي رينار ايه؟ خلوا عندكم دم واحساس على التيشيرت تلعبوه. انا اسف طبعا هي مش تيشيرت دي، انا اسف يعني ما عنديش تيشيرت تونس، ولكن انت فاهمني. والله انا دمي محروق، انا دمي محروق على الناس اللي سافرت، الناس اللي صحي. انت صعبان عليك الشوالي هو بيعلق صح؟ ده حال التوانسه كلهم، وحال كل واحد عنده شغف وبيحاول يطلع من حياته عشان يتفرج على كرة القدم. انا اسف بس انا اسف اقول الكلمة دي، بس اللعيبة اللي انا شفتها النهاردة دول عروا الكرة التونسية. اسوأ جيل انا شفته في حياتي. انت في 2018 مستقبل 8 اهداف طول البطولة، النهاردة حتى الكولينج بريك مش قادر اكمل، مستقبل 8 اهداف ولسه عندك ماتش هولندا. هارد لك لحقيقي للشعب التونسي، مش من اللعيبه ابدا، عمري ما قلتها كده في حياتي، ولكن اللعيبه دي ما تستاهلش اصلا ان يتقال لها هارد لك، والمفروض يرجعوا حالا على بلادهم. فضيحة مدوية للمنتخب التونسي وإقصاء مر من كأس العالم، خسارة 4-0 ضد المنتخب الياباني في ثاني خرجات تونس في المونديال. شو اللي قال صح ربحنا تأهل لكأس العالم وربحنا 10 ملايين دولار، ولكن خسرنا شرف الكرة التونسية. المنتخب التونسي يصبح أول منتخب إفريقي يخسر مباراتين فيها أكثر من 3 أهداف، يعني المباراة الأولى نهزموا 5-1، المباراة الثانية 4-0، وكون نروحوا المباراة الودية خسروا 5 ضد منتخب بلجيكا. يعني مستوى هزيل وأداء ضعيف من المنتخب التونسي، ولربما أضعف جيل في تاريخ تونس يشارك في كأس العالم. إلى ماذا يرجع هذا المستوى المتذبذب لمنتخب تونس؟ هل هذا للمدرب السابق لموشي اللي اختار تشكيلة، أما رونار فبالنسبة لي لا يلام على أي شيء لمنتخب تونس. تفرج حتى الجابون خذاو فينا باي، توا ندور في السوشيال ميديا نتاع الجابون قاموا عاملين فيديوهات يضحكوا علينا خاطر الماتش الجاي نتاعنا كونترهم. هذا من المتربين والعاقلين وعندهم سمعة باهية وينظفوا ستار. جبناه ثعلب خليناه ضبعة، اقسم بالله فضيحة، اقسم بالله فضيحة باش يموت الراجل مسكين. نتفرج في الشوط الاول ما غيظني كان السيد هذا، جايبينه ثعلب خرجناه اليوم ضبعة، هو ما عنده حتى دخل. ايكيب فضيحة، فريق فضيحة، ناس تلعب في سبور ترافاي، اعطيني اقنعني شكون الجوار اليوم اللي موجود في التيران تقول لي اي جوار من البطوله هذا خير منه. دي ناس تلعب جايه شهاره، ناس ماشيه فاكونس الكاس العالم وتاخذ في فلوس شهاره، حتى حد ما هو يلعب على المريول. علق لي كان هسيتوا ناس من البطوله ناس تلعب على المريول وناس تحب الوطن، مش كيما هذا. والشوالي اختصرها قال لك وقت اللي يخونوك ناسك تو ينفعوك السمساره، تو ينفعوك السمسارة. اي تو ينفعوك السمسارة، ونعرفوا بالكدا على شكون نحكيو شنو هو السمسارة. بدلنا الرئيس اما العمال هم اقسم بالله العلي العظيم فضيحة بأتم معنى الكلمة. ناس مصبحين وبايعين اللي قدامنا واللي ورانا، ومدرب جديد وروح جديدة، لا فما روح ولا فما منتخب، فتروح وكانت اقسم بالله لا فيكم واحد راجل، ومسكين المدرب. إلى السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد، اعتبر كل جيم في الفيديو هذا هي تصحيحة من واحد من الشعب التونسي كيف على الكلام اللي باش نقولوا توا. سيد الرئيس راهو بالرسمي كما قلت انت لقد بلغ سيل الزبير، ما عادش نجموا نصبروا اكثر من هكا. بالرسمي الجامعه والمسؤولين على الكوره والمنتخب والكل لازم يتفور من الاول. رسمي راهي الكوره في العالم اسمها افيون الشعوب، احنا وليت لنا كشمار، رانا ماكلين 65 وتوا انا مصور في الفيديو كلنا الرابع مع اليابان.
هذوما مرشحه للخمسه الثالثه. راهو بالرسمي وصلنا للقاع، راه فما ايماج نتاع تونس وفما صوره نتاع تونس في العالم، ورانا نعيشوا لبرا سورتو جماعه اللي تعيش في الخارج مع مصاروه مع مغاربه مع جزيريه. راهو بالرسمي واحد ما عادش عنده وجه باش يقابل به العباد. راهو بالرسمي قعدنا فضيحه. راه فما ايماج تاع تونس لازمك تحافظ عليها، والجماعه اللي في الجامعه والدنيا واللي تسير والكل راهم عمرهم اللي لبسوا شورت، عمرهم اللي لعبوا كوره، لا فاهمين اصلا فاش قاعدين يعملوا. استنينا كل عام تحسن الامور تصلح الوضع. بالرسمي راهو بالرسمي طفح الكيل، ما عادش نجم نصبروا اكثر من هكا. يزي خويا يزي من نفس الوجوه، نفس العباد شاده المناصب هكاكا بالفارغ. او حتى جابوا اونترونور واحد ما مش عارف على شكون يهبط، لا عارف على تشكيله لا حد شيء، هز الجوهرات بالمعارف بالوجوه. فما عباد تستحق باش تمشي ما مشاتش. فما واحد جايبينه عمره 32 سنه اصلا تارك الكوره كي يعيطوا له هو صغير ما جاش. تو كي فما كوب دي موند جا مرحبين به في السفارات، وواحد ما عنده حتى علاقه بكره القدم وهنا رينا بالرسمي. رجاء تدخل سيد الرئيس. وكما قلت لك كل جيم في الفيديو هذا ما نعرفش عليه بيوصل 10,000 جيم 20,000 جيم مليون جيم ما نعرفش. اي مواطن يحب موافق على كلامي ويحب يصحح على الفيديو هذا يحط جيم كومنتير بارتاج، المهم يوري اللي هو موافق. نحب الفيديو هذا يوصل سيادة الرئيس. يا مي يجيبها لهم ربي، الله لا تربحكم يجيبها لهم ربي. نداء الى اعلى هرم في السلطه، هذم لازم يتحاسبوا. هذا اهدار مال العام. شكون اللي جاب المدرب الاولاني؟ وشكون اللي زاد كمل جاب المدرب الثاني؟ الملايين اللي قاعده تمشي من فلوس الشعب المال العام على ناس ما تسواش سقاهم الزوز يسار. وكان جات القرارات بدي والله العظيم ما يتحاسب، والله ما نحاكمهم بالواحد على اللي عملوه في الشعب. هذه ما هيش صورة تونس. هذيا هكا يصير فينا نقعدوا منعوتين بصباع في العالم الكل، لا حول ولا قوة الا بالله. ان شاء الله يتحاسبوا، ان شاء الله يتحاسبوا من رئيس الجامعة، من المدرب، من المدرب. شو هذاك مسكين مازال ما خلصش ظهر. يقول له روح. حقا الخال حاضر، الخال جاهز اهو. اذا كان مش نبدلوا المدرب في المقابله الجايه راهو حاضر ومتطوع ومجاني، وقال لك باش نزيد نعطيكم فلوس باش تخلصوا القديم. لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. مسخره، عار. هاو نهايه التمكميك والتعكعيك نتاع اللي يجيب في الجوارات ونتاع المدرب والخمج نتاع الجامعه. هاي النهايه. ويطلع جوار على حساب جوار، واللي يستحق ما يمشيش واللي ما يستحقش يمشي على خاطر يلعب في فلان وعلى خاطر متكلم عليه فلتان وعلى خاطر ما نعرفش. شكون المسؤول على الانحطاط والعار اللي وصلنا له؟ لابد من محاسبتهم قضائيا. ما تحكي لي حتى حكايه. هذا اهدار نتاع، هذا فساد، هذا يتسمى فساد. وبالنسبه للمنتخب نتاعنا ماذا بينا لو كان يتنحى كله ويجي منتخب جديد الكل، كل اللي لعب وكل اللي ما لعبش، كل اللي شارك وكل اللي على البنك، الكل لانه باين بالكشف وانه ماهيش مساله مدرب برك. شنو جاهم القادري، جاهم الموشي، جاهم الثعلب ولا الذيب ولا الضباع ولا مانيش عارف شكون جاهم قبله. الكل ما عملنا حد شيء، ما عملنا حد شيء بالمدربين. انا كل مباراه نبدلوا مدرب، حتى اللاعبين على مراد الله. لاعبين صفر. عار منتخب العار، لابد من محاسبتهم فردا. شنو هذا يا حبيبي؟ انا بس ودي افهم شغله واحده، منو دمر استقرار منتخب كان ماشي صح؟ ابيك بس تتخيل وياي عزيزي ان تونس في تصفيات كاس العالم مع سامي طرابلس المدرب اللي اقالوه في افريقيا. تخيل وياي ان في 10 مباريات 9 انتصارات، فاز 9 مرات. تخيل وياي تعادل 1 وصفر هزيمه. اقوى منتخب انهى تصفيات افريقيا بدون ما يستقبل اي هدف. اليوم شوف ايش قاعد يصير في كاس العالم، في دقيقه 30 مستقبل للحين من اليابان هدفين. ودي افهم منتخب منظم صلب يعرف يدافع، يعرف يطلع بالنتيجه، ثم فجاه تقرر اداره تهدم كل هالشيء قبل كاس العالم وتغيله عشان خسر امام مالي، مدري خسر امام نيجيريا، ما ادري خسر قدام منو وطلع من دور 16. جابوا منو؟ جابوا عزيزي صبري ما اعرف شو اسمه، صبري الموشي او شيء ونعم فيه بس ما ادري. خسروا 5-1 من السويد في تصفيات كاس العالم واقالوه. جابوا منه مدرب بعدين هيرفي مال السعوديه اللي كلنا نعرفه الضايع هذا، وسط وبنص البطوله جابوه كانه مو كاس عالم، كانه تجربه وديه. قسما بالله مو قادر استوعب وين الدفاع التونسي اللي ما استقبل اي هدف في التصفيات. ابي منو حول منتخب كان مينون دفاع، يتعاطى دفاع
الى منتخب اي هجمه عليه تعتبر جول. قسما بالله الله يعين الشعب التونسي يا اخي، الله يعين اي احد قاعد يتابع المباراه. والله منتخب ضايع بلا هويه بلا شخصيه. يا اخي انا مو تونسي زعلان، شلون التونسي؟ انا ترى كاس العالم كل 4 سنين، انا زعلان والله انه يعني في جيل كامل من تونس شافوا هالمنتخب الضايع. والله اداره المنتخب التونسي هذه المفروض تطلع، والله ما تقعد، والله ما تقعد، تطلع مع السلامه. ما ادري ليش معصب لهالدرجه؟ ما يشوفون شر يا عم، يشيلوهم يشيلوهم. تحيا تونس. قسما بالله مستحيل 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 السوء اللي قاعد اشوفه في المنتخب التونسي يا جماعه، والله مستحيل. مو قادر استوعب والله.